ازيكم يا اولاد؟ عاملين ايه؟ وكل سنه وانتم طيبين. وخلي بالكم من عيالكم علشان المتحور الجديد ده ربنا يشفينا ويعافينا منه يا رب. مش مخلي العيال في حالها يعني. بالله عليكم عيالكم خلي بالكم منهم. آه، اتفرجوا على السمكتين القشطه دولت. وعندي كلمتين لاخ عزيز، هو اللي يعني الصفحه بتاعته ان هو اخ مش اخت يعني، فهنكلمه كاخ ونقول له ايه. اخونا في الله ربنا يبارك فيك وانا مسامحك لوجه الله. الكومنت بتوعه يا جماعه. لما تبقى تعرف تتكلم يبقى ادي دروس او اشرح درس يعني. طبعا ربنا يبارك فيك ويصلح حالك يا رب. قول الحمد لله الذي عافاني يا اخي. قول الحمد لله الذي عافاني. انا احمد ابو رجب اخوك في الله، خارج من رابعه ابتدائي. ممكن ما يكونش عندي يعني ايه اللباقه الكافي ان اتكلم زي حضرتك. ربنا مثلا كرمك وعطيلك موهبه، او عطيلك مثلا حاجه ما هيش عندي، ان انت تتكلم بطلاقه ولسانك خفيف عن لساني. فدي ميزه فيك، فربنا يبارك لك فيها يا رب. وانا راضي باللي ربنا يعني عطيهولي. حضرتك انا مانيش مثلا يعني معترض على قضاء ربنا وقدره. انا حمد ربنا وشكر فضله على اقل الاشياء. وبعدين اخوك في الله سكن دور ارضي وبروح اجيب شغل على الموتوسيكل. انا مسكين جدا الى الله، لكن مانيش مسكين لحد ولا فقير الى حد. لا، انا مسكين لله بس. تمام. انا احب انك تبقى احسن مني. وبقول لك يعني انا مسامحك لوجه الله. انت غلطت في شخصني ما اسامحك لوجه الله، انما مثلا لو انت غلطت في حد من عيالي او كلام انت طبعا مش هسامحك خالص. لو انت في المريخه اقطع رقبتي واطولك. انما طالما انت فيني كاحمد ابو رجب في الحوار يعني وكده، فانا مسامحك لوجه الله ولا يكون عندك اي فكر. واحمد ربنا ان انت احسن مني يا اخي. يعني احمد ربنا ان انت احسن مني وان ربنا كرمك بحاجه ما هياش في حد غيرك. انما ما تعترضش او مثلا ايه تتنمر عليه. انا كلامي كده، انا كلامي يعني انا ببيع فسيخ يا حبيبي، ببيع فسيخ مش ببيع مثلا ذهب او حاجه. بتكلم مع ناس بيبيعوا فسيخ وحاجه، برضه اخواتك البنات دولت برضه بيبيعوا فسيخ وحاجه، فمش محتاجين دكتور يشرح لهم في كليه مثلا او حاجه، لا. ده محتاجين واحد غلبان مسكين كده يتكلم معاهم ويفهمهم بالطريقه اللي هي يعني يوصلهم المعلومه بطريقه تكون سهله شويه، او ببلدي طريقه بلدي طريقه فلاحي. انما انا يعني مثلا انا الرامات بتاعتي غير الرامات بتاعتك. انت راجل مثلا يعني معاك الايفون او معاك مثلا التابلت او الكلام ده، انا لسه بتكلم في تليفون زراير، فانا راماتي ضعيفه جدا. الهارد بتاعي 150 على قديمه. فاهمني؟ فانا راجل ضعيف ما دخلتش مدارس، انا متعلم في مدارس الدنيا مدرسه الحياه. انما كليات وكلام من ده لا. رغم ان ابوه كان مقتدر، ابوه كان مقتدر جدا يعني فوق ما تتخيل. ولكن يعني من كتر عزه نفسه عمليات الغضروف والكلام ده ربنا يعافيك يا رب كان بيعملها هو بفلوسه. فدي اللي ضيعت الدنيا. العملية بمليون وبتلات ارباع وبنص، وكان عنده ركبة صناعي كان بيبذل منها كل فترة، بيشفط منها يعني الصدود والحاجة. ربنا يعزك ويعافينا ربع في الناس أجمعين ويعافي المستمعين. بمبلغ بعشرينات وبتلاتينات كل كام شهر. فنحمد الله على نعمته وعلى نعمة الصحة. وما تت... ما تتنمرش على حد مثلا اقل منك، قول الحمد لله. ولو انت شايف كلامي مش عاجبك ما تسمعنيش، اخرج يعني بالتي هي احسن. وربنا يصلح له. ادعي لي يا اخي، يمكن يكون في عقده في لساني ربنا يفكها لي من دعوتك. فهمنا حبيبي؟ انما ما تقوليش كلمه زي ده. الله يكرمك. انا مسامحك لوجه الله والله، بس ده نصيحه من اخ لاخوه الطيب المحترم. ان اني كلامي كده يا حبيبي. في ناس برضو كلامها احسن مني تقدر انك تروح تسمع لها وتستفاد منها لو انت عندهم فايده. انما ما ترميش كلمه تتحاسب عليها عند ربنا وانت محتاج. يعني اقول لك ايه، انا في كل ثانيه كده بقول ربنا انسني في وحدتي. عارف يعني ايه المؤنسه في الوحده؟ انا ما بخافش من حاجه، ليه ما عنديش قلب اخاف. بفضل الله شغلانتنا دي يعني علمتنا ان لو جبت في ديب تقعد تلعبوا زي القطه كده لحد ما النهار يطلع. انت فاهمني؟ في الارض اللي انت قاعد فيها طول الليل. لكن يا حبيب اخوك، احنا انا بكلمك دلوقتي برضه في حته مقطوعه يعني. المخزن بتاع في حته مقطوعه لوحدي. لو خرجت وريت دلوقتي الشارع هتلاقيك وحل مره، ما فيش صاروخ ابن يومين معدي. بس انا بكلمك دلوقتي في ايه؟ ان احنا لما نتحط في القبر طبيعي هتبقى محتاج اللي ينجدك. لانك انت هيجي لك اللي يقول لك من ربك ومن دينك وما رسولك، ويعني فاهمني؟ دولت مش هيقول لك ان هم لابسين اللبس الابيض او جايين لك مثلا بطبق حلويات. هيقول لك من ربك.
من النبي الذي بعث فيكم. بس طبعا بزعق، مش هزعق عشان خاطر الحيوانات بره هيتهيج لو انا زعقت، فاهمني؟ فانا بعرفك ان انت يا حبيب اخوك يعني هتبقى في وضع مرعب، فانت محتاج اللي ايه ينجدك، فعملك هو اللي هينجدك يعني. بس يعني رحمة ربنا اولا، يعني رحمة ربنا ثم عملك، فاهمني يا حبيبي؟ فانا طالب منك ان انت انا بقول لك الكلام ده ليه من اخوك الصغير طبعا، يعني حاول تقبله مني، انك ممكن تكون بطبعك دوني بتعمل حاجات اكتر من كده بكتير. يعني بطبعك وبالكلمه اللي انت حذفتها دي ممكن تكون بتقول كلام اسخن من كده لناس تانية وبتعمل نصايب سودة. فانا يعني ربنا يجعلني ان انا اقول لك البقين دول لعل وعسى تتراجع، ويبقى ان شاء الله خير اللي جاي لك، وتبقى ايام احسن بالنسبه لك، وتقول كلام حلو وتحبب الناس فيك، وربنا يهديك ويهدينا يا رب. وانت على دماغي من فوق. ويا حبيبي يعني انا اسف طبعا لو كانت في كلمه صدرت مني مش على كيفك، بس هو فسيخ بقى ما ينفعش اقول ايه فسيخ بقى، بقول لهم يعملوا في ايه. يعني انت مثلا عندك حبايب اخوكم احمد ابو رجب، هنرجع لمرجوعنا. انت عندكم السمك ده، السمك دواني احنا بمشيئه الله لو سخنا له ميه قشره هيقع، لو سخن ميه قشره هيقع. فاحنا دلوقتي بنعمل ايه؟ بنغسل السمك بميه فتره عاديه خالص، وبننشفه باي حته قماشه كده كبيره، سمكه بسمكه سمكه بسمكه، وهنفرش قماشه في قلب مثلا اي طبق كبير، صينيه، كرتونه، ورق، اي حاجه، نفرش قماش ونرص السمك فيها يا جماعه، وهنسيبه لحد ما ايه ما ينزل دمه بالطريقه دي. تمام، علشان السمك بتاعي اليومين دول ميته حادقه شرش، السمك ميته حادقه شرش يا جماعه، قشره بيقع. يعني شويه غازته في الحوض اهو شايفين والله العظيم سمك حي لسه، شوف مال الحوض ازاي، سمك حي قسما بالله، حي زيرو اهو، حي اهو، بصوا عينيه ولا تلج ولا شيء، ظهره لسه غامق اهو، لسه جاي من شويته حالا اهو. بس ميه حادقه جدا اليومين دول. فمن هنا يا جماعه القشريه دي تقع، وانا مش عايز دي تقع، فنعمل ايه يا حبايب؟ هنسيب السمك فعلى قماشه، ينزل القماشه تمص ميته وتصهده. احنا ننشفه الاول سمكه بسمكه بفوطه كده، زي مثلا عندي فوطه اهي، دي فوطه يا اولاد اهي، دي فوطه. تمام، بحط السمك عليها وانشفها كويس وارصه في قلب ايه الكرتونه او الفريزونه او الطبق او اي حاجه، برضو الكرتون او الفريزون يكون مفروش قماش. تمام، هيقوم يسخن معانا السمك بسرعه وايه ويجهزه للتمليح. ماشي يا حبايب اخوكم، إيه يا رب ما اكونش طولت عليكم. إيه السمك ده يا جماعه اللي عايز يرزق فيه بما يرضي الله يكلمني هديهوله ببلاش، علشان خاطر بس ادعوا لنا دعوه حلوه ان البنت تعبانه ادعوا لها. فوالله العظيم هديله بسعر مش هيتخيله ان شاء الله. السمك ده 3 حبات في الكيلو، وربنا ان شاء الله يرزق الجميع. واللي عاوز هيكلمنا على القناه، واللي عاوز شغل يكلمنا على الواتس. واشوفكم على خير، وكل سنه وانتم طيبين. السلام عليكم.